هاي، أنا ربما من صفحة I cook for my family، واليوم لحقنا أنا وياكم وصفة البامي باللحمة واللي بنقدمها مع الرز بالشعرية. ولهالوصفة احنا بحاجة ل 400 جرام بامي فريش أو متلجة، 400 مليلتر عصير البندورة ما يعادل 3 حبات، 4 ل 5 فصوص ثوم، معلقة ونص كبيرة دبس رمان، ملح، وربع معلقة صغيرة بهار حلو، باقة صغيرة كزبرة، 300 جرام لحمة موزات. ومطيبات لسلق اللحمة عبارة عن بصل، جزر، ورق غار، قرفة، عود قرنفل، وفلفل أسود حب. معلقتين كبار رب البندورة وزيت نباتي. أول شي رح بلش بسلق اللحمة. بطنجرة على النار رح حط زيت نباتي، ولما يبلش يحمى رح ضيف عليه اللحمة وقلبها لحديد ما تبلش تاخد لون. بزيد عليها المي والمطيبات، ولما تطلع عندي الرغوة على الوجه بلش شيلها وبغطيها وبتركها تستوي على نار متوسطة لمدة ساعة. بهالوقت رح بلش أقمع البامي بالطريقة اللي عم تشوفوها لحديد ما تخلص كل الكمية اللي عندي. بالمدقة رح حط الثوم وزيد عليهم الملح ودقهم لحديد ما ينعموا، ورح اخد بامة كزبرة وافرمها فرم صغير. بهالوقت بتكون اللحمة استويت معي. بطنجرة تانية رح احط زيت النباتي وضيف عليهم الثوم والكزبرة المفرومة وقلبهم مع بعض. بصفي اللحمة من المرقة وبضيف عليهم وبقلبهم مع بعض. بزيد عليهم البامة وبقلبهم، وهلا اجى دور رب البندورة رح ضيفه وقلبهم. بعصر عليهم عصرة حامض صغيرة مشان ما تمغط معي البامة وبقلبهم. حط لهم عصير البندورة ومرقة اللحم والملح والبهار الحلو وبحركهم مع بعض. بغطي الطنجرة وبتركهم يستووا على نار متوسطة لمدة نص ساعة، ولما يخلص الوقت بفتح الطنجرة وبضيف عليها دبس الرمان وبحركهم شوي وبتركهم يغلوا غلوة صغيرة. وهيك الطبخة بتكون صارت جاهزة معنا. بطفي تحتها وبرشلها رشة كزبرة خضراء، والرز بشعرية اللي بنقدمه معها كمان صار جاهز. أكلة طيبة كتير، بتمنى منكم تجربوها وتعجبكم، وألف صحة وهنا.